السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. طبعا دي أول لحظات في يومنا الجميل، أول يوم العيد بعد ما صلينا ورجعنا على خير. طبعا عملنا فطرنا، خلصنا كل تفاصيلنا، وكنت مستنية أعرف نتيجة الفسيخ بعد 8 أيام زيكم وأكتر منكم. بس بصراحة اتصدمت من النتيجة الجميلة اللي أنا شفتها بعد 8 أيام. أول مرة أعمل فسيخ بعد 8 أيام وألاقي نتيجته مبهرة أوي كده. طول عمري بدي الفسيخ وقته، لأني ببقى واخدة يعني تحضيراتي من مدة. أنا العيد ده بصراحة حاجات كتير قوي كنت متأخرة فيها، زي الفسيخ وزي الترمس وزي تنظيفات العيد. بس تنظيفات العيد بما اني انا كنت بادئها قبل رمضان، فطبعا سهلت عليا كتير. يوم واحد لميت الدنيا، لاني انا عامله تقريبا معظم الشغل قبل رمضان. بالنسبه للترمس ما اخدش مني وقت، لان كنت جايباه ترمس حلو. بالنسبه بقى للفسيخ، لما لقيت فاضل 8 ايام، فانا طبعا قلت لازم الحق، ازاي يجي عيد صغير ومفهوش فسيخ. نزلت على طول اشتريت السمك البوري، وخلتني طبعا مركزة على السمكة الحجم الوسط. لا جبت الصغير ولا جبت الجامبو الكبير. ليه ما جبتش الصغير؟ الصغير هينشف منك ويقدد قوي بالنسبة للملح الكتير اللي حطيناه، والجامبو مش هيلحق يخلص معانا لان ما شاء الله حجمه كبير، فالمفروض تديله وقت اكتر من 8 ايام. فانا اخترت السمكة الوسط علشان تلحق معايا، والحمد لله اختياري كان في محله، وظني كان برضو في مكانه. ان انا كنت متوقعة ان الفسيخ هتخلص يعني في 8 ايام والحق العيد ان شاء الله، والحمد لله ده فعلا حصل. ودي بقى نتيجة السمك بتاعي او الفسيخ بتاعي بعد 8 ايام تمليح بس. شوفوا بقى قلبه من جوه وردي ازاي وهو زي الزبدة. طبعا بتاخدي بقى الفسيخية بتنضفيها كده تنظيف كويس، تنضفيها الاول من القشر اللي بره. انا طبعا الكيس اللي كنت لفه الفسيخ فيه مرميتوش، نضفت فيه كل حاجة طلعت من الفسيخ. دول كانوا اول سمكتين نضفتهم، بصوا اللهم بارك، السمكية وردية من جوه ازاي. ونضفت اهوت السمكتين التانيين، لسه طبعا بكمل اهو في نظافتهم. وانا بس حبيت اوريكوا قلبها من جوه عامل ازاي، زبدة والله. الفسيخ بتاعي كان زبدة، غير كمان يعني لونه من جوه وردي، وريحته ما كانتش اللي هي يعني الريحة اللي هي نفاذة قوي، كانت ريحة الفسيخ العادي. فاهميني؟ زي يمكن كمان على انضف من اللي احنا بنجيبوه من بره. ولا بقى انا شفت في شمس، ولا يعني حاجة وحشة وقفت عليه، حشرة ولا دبانة ولا اي حاجة. انت عاملاه في البيت عندك بنظافة وباهتمام، وطبعا مغلفاه تغليف كويس. ودي كانت النتيجة الجميلة قوي للفسيخ بتاعي بعد 8 ايام. انا وعدتكم في الفيديو بتاع تجهيزات او تمليح الفسيخ، قلت لكم استنوا النتيجة معايا اول يوم العيد، والحمد لله النتيجة ابهرتني وشرفتني قدامكم. والحمد لله طلع احلى فسيخ يمكن عملته. انا عملت فسيخ قبل كده بس يعني كنت بديله وقته، كون ان اعمله في 8 ايام بس فده حاجة عظيمة جدا جدا يعني. فاهمين ازاي؟ والحمد لله الحمد لله طلعت النتيجة كويسة. طبعا بقى بصوا زي ما انتوا شايفين ما قدرتش اصبر لميعاد الغدا. بقيت بقى عمالة لقط كده وانا واقفة من الفسيخ الجميل اللي انا عاملاه ده. بس كده يا حبايبي، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. مرضتش احط ليمون برضو على طول، حطيت زيت بس لحد ما طبعا احطه بقى في علب وكده واروح. كنت رايحة يعني بالفسيخ بتاعي عند امي علشان نعيد مع بعض. حبيت ادوقها الفسيخ بتاعي يعني ونتيجته بعد 8 ايام. محدش كان مصدق ان انا هخلصه بعد 8 ايام وهيلحق العيد. فالحمد لله هو لحق وطلع احلى فسيخ. بصوا الجمال، بصوا يعني لونه من جوه وردي ازاي، مش اسود ولا اصفر ولا اي حاجة. هو ده لون الفسيخ اللي يتاكل. فطبعا انا ما عصرتش الليمون
من ساعة ما نضفته انا، لاني كنت زي ما قلت لكم هحطه في علب وهروح بقى اعيد عند ماما. وكمان كنت جايبه رنجة منضفاها بقى وخلياها، وسهل جدا انك تخلي الرنجة بتاعتك من اي شوكة عشان ما حدش يضايق بقى وهو بياكل. يعني زي ما شفتوا كده، اول حاجة عملتها شلت راسها، فتحتها من ظهرها وفتحتها برضو من بطنها عشان انضفها. يعني سيان كده او كده، بس انا بحب افتحها من ظهرها كمان لان بنضفها وبخليها بطريقة اسهل. هتشوفوا معايا اهوت الطريقة. كل ده ما خدش في ايدي ساعة زمن. بصوا اهوت، فتحتها من الظهر وشلت السلسلة بتاعت الشوك اللي في النص ديت او اللي في ظهرها. واي شوك بقى يعني بيقابلني بشيله كده بايديا. وطبعا قصيت الحتة بتاعت البطن دي بالمقص، وبقيت انضفه كده من الشوك زي ما انتوا شايفين. طريقته سهلة يا بنات، وبالنسبة لانك تخليه من الجلد اللي عليه دي طريقة سهلة جدا جدا. بصوا بتطلع معاكم منتهى السهولة، بس تحكمي بس في اولها كويس. بس كده. حابة بقى تشويه سهلة، حابة تقطعيه كده وتعمليه سلطة رنجة، حابة برضو تعمليه على النار بطماطمايه وفلفل، برضو بيعملوه حلو قوي. جربوا بقى الطريقة ديت وانتوا بتخلوا الرنجة، هتسهل عليكم كتير جدا. بس كده، وده كان روتيني اول يوم العيد، وديت كانت كل تفاصيلي في اول يوم العيد. كل سنة وانتوا طيبين، ربنا ما يقطع لكم عادة يا رب، ويعيد عليكم ايام عديدة مع حبايبكم واهاليكم وولادكم وقرايبكم. ربنا يحفظ لكم كل غالي على قلوبكم. وعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا شفتوا كل تفاصيله. طبعا معروف ان اول يوم ده لازم تحدقي فيه، تمام. وطبعا بقى اليوم كله كان زي ما شفتوا كده، كل حاجة بقى جبناها للعيد وحضرناها. بيبقى يوم جميل ولذيذ. ده اول يوم معروف انه بيبقى اول يوم، يعني ما بتروحيش فيه غير عند مثلا اهلك، مامتك، حماتك كده. كنت هتتغدي عند حد فيهم وترجعي على طول. بصوا بقى، انا عبيت بقى الرنجة بتاعتي والفسيخ في علب كده، وعملت علبة خاص برضو، لان زي ما قلت لكم هروح اتغدى مع ماما لان اول عيد ده من غير بابا. فكنت حابة اقضي معاها اول يوم العيد. يومنا بسيط والحمد لله عدى على خير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كل سنة وانتوا طيبين. اشوفكم على خير في الفيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك. اللي اول مرة بيشوفوا القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.